سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم فضائل وخصائص شهر رمضان. فضائل وخصائص شهر رمضان. لقد خص الله عز وجل شهر رمضان بفضائل وخصائص عن باقية الشهور، منها أن الله عز وجل جعل صومه الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى في الآية السابقة: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة البقرة 184-185. ثالثا، أن الله جل في علاه جعله في ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثالثا، وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورة الدخان. رابعا، أن الله عز وجل جعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة الذنوب، كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان وإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا، أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران ويصفد فيه الشياطين، كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. سادسا، أن لله في كل ليلة منه عتقاء من النار. روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. قال المنذري: إسناده لا بأس به، وصححه الألباني. وروي البزاز من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. صححه الألباني في صحيح الترغيب. سابعا، أن صيام رمضان سبب لتكفير الذنوب التي سبقته من رمضان الذي قبله، إذ اجتنب الكبائر، كما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. 8. إن صيامه ثم صيام 6 شوال كصيام الدهر يعدل الصيام 10 أشهر، كما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح المسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر. 9. أن من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لما ثبت عن أبي داود وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الألباني في صلاة التراويح. 10. أن العمرة فيه تعدل حجة، روى البخاري ومسلم عن أبي عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لي إلا نضحان. فحج أبو ولدها وابنها على الناضح، وترك لنا نضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن العمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حج معي والناضح هو البعير يسقون عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبكم الموضوع لا تنسون من الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم مني كل جديد.